اهلا بكم يا اساطير في قناتكم المفضله سيلفر مانجا. اولا حابب اشكركم على كل الدعم اللي قدمتوه ليا الفتره اللي فاتت دي، ودي الكومنتات اللي جاوبت على كلمه سر الحلقه اللي فاتت. تاني حاجه عايز اعتذر لكم اعتذار جامد جدا عن التاخير في الحلقات، بس الحقيقه احنا غبنا لسبب مهم جدا، هو اننا بنجهز مشروع جديد على القناه دي هيعجبكم جدا جدا جدا. والحلقه دي هتبقى اخر حلقه منهو على القناه النهارده، ولو عايزين تكملوا القصه دي هتشوفوها على قناتكم المفضله الثانيه منهو نينجا، ورابط القناه هتلاقوه في الديسكربشن. اما بالنسبه بقى للمشروع الجديد اللي على القناه، استنونا قريب قوي باجمد مفاجاه للاوتاكو العظماء. ها، للاوتاكو العظماء. خمنوا انتوا ايه بقى المفاجاه وايه المشروع اللي محضرينه. ودلوقتي يلا نخش على حلقتنا. شفنا في الحلقه اللي فاتت ازاي بطلنا اندرياس بينجح في صنع الجرعات السحريه، وازاي بيكتسب المهاره الجديده دي، وبيجي امتحان نص السنه بيلاقي بطلنا نفسه وسط فريق من المجانين والقتله، وازاي الامتحان بيبقى انهم بيكلفوا بمهمه البحث عن شخص مفقود، وبيروحوا لقلعه البارون بالوريك اللي بيستقبلهم بس بيحسوا بحاجه مش مظبوطه. شفناهم بيروحوا للقريه اللي كان فيها الشخص المفقود وبيواجهوا اهل القريه اللي اتحولوا كلهم لزومبي. بيحارب اندرياس ساحر اسود وبيهزمه بعد معركه صعبه ورهيبه. تعالوا بقى نعرف ايه مصير اندرياس وفريقه، وهل هيقدروا يكملوا مهمتهم ولا لا. بنشوف اندرياس وفيفيان وايفي واقفين قدام جثه الخادم بتاع لورد بالوريك، واللي عرفنا ان هو نفسه الساحر الاسود اللي هزمه بطلنا، وبكده يبقى البارون بالوريك ورا كل اللي بيحصل في قريه تريم. وايفي عرفت هي كمان الحقيقه بعد ما كسرت الحاجز اللي كانت محبوسه وراه وخرجت. بتلمع عينين ايفي بجنون وبتقول: انت يا ابو راس كبيره، اقطع راس الحقير ده وحاول انك ما تبوظش وشه، احنا هنروح لقلعه البارون دلوقتي. بيقول اندرياس لنفسه، وبدانا نتحرك على طول. انا حاسس ان نيه قتل عند ايفي. دلوقتي كريستوفر ميت وهازر مش عارفين مكانه. وبنروح قدام بوابه القلعه وبنشوف قائد الحرس بيطير من ضربه ايفي وبيقع على ظهره وبتقع الخوذه من فوق راسه. يصرخ واحد من الحرس: انت مين؟ بتقول ايفي: ابعد سلاحك منك له، انا ايفي سانتا كلير، استاذ مساعد في الاكاديميه رودلين قسم الفرسان. من اللحظه دي اي حد هيساعد البارون هيبقى متهم بالخيانه وهيتعدم فورا، فاهمين؟ بترفع ايفي راس الخادم المقطوع وهي بتقول: تعرفوا ده؟ هو ده المسؤول عن كل اللي حصل في قريه تريم، دلوقتي خدونا للبارون فورا. بيتنح الحراس من الصدمه لفتره بسيطه كده وبعدها بيدخلوا للقلعه. تضرب ايفي باب اوضه البارون برجليها بتكسره وبتدخل مع اندرياس وفيفيان وبتقول: ايفي انت هنا؟ بيتسمروا مكانهم ويبصوا على البارون اللي كان قاعد على الكرسي وباين عليه الحزن، وبيقول البارون: كده يبقى ايفان مات. بنشوف جنب البارون على سرير كبير نايم كائن غريب شبه الوحش ومربوط في السرير. بيقول البارون: ده ابني ايدل، كان المفروض انه يموت من المرض من شهور. بيقول اندرياس لنفسه: كده انا فهمت هو ليه اتورط في السحر الاسود. يكمل البارون: في الوقت اللي كنت بدور فيه على علاج زارني راجل لابس عبايه غريبه وبدا يقول لي انه عنده حل لمساعده ابني. انا قلت له يعمل اي حاجه بس ابني يعيش، حتى لو كان الثمن انه يفضل في الصوره المرعبه دي. بيبتدي ايدل يعيط ودموعه بتجري على وشه. بيركع البارون جنب سرير ابنه وبيقول: ايدل ارجوك تسامح ابوك الغبي. وبتمشي ايفي ناحيه البارون والسيف في ايديها وبتقول: الكلام ده تقوله للناس اللي انت والخادم بتاعك قتلوهم. وبتضربه برجليها عشان يقع على ظهره. بيصرخ واحد من الحرس: سيدي البارون. تصرخ ايفي وهي متعصبه: انتوا واقفين كده ليه زي الاغبياء؟ روحوا كلموا فريق التحقيقات فورا. بيقول الحارس: حاضر يا فندم. بتقول ايفي: ابعدوا الوحش ده من هنا. وهنا بيمسك اندرياس بصخره صغيره في ايده وبيقول: تعويذه رمح الصخور. وبيحدف بطلنا الصخره اللي بتترزع في عين ايدل. بيبص الكل بصدمه لايدل اللي مات من الضربه وبيصرخ البارون: ايدل. بتقول ايفي: انت ليه اتصرفت من غير اذني؟ بيقول لها اندرياس: ده مخلوق اتعمل من سحر اسود وكان لازم نتخلص منه قبل ما يعمل اي حاجه مفاجاه، واي معلومات مهمه هنلاقيها مع البارون. صح ولا انا غلطان؟ بيعدي الوقت وبيتقبض على البارون عن طريق فريق التحقيق الامبراطوري اللي بياخدوه في عربيه خاصه للعاصمه، وبياخدوا كمان جثه ايدل عشان يتم فحصها. بنروح لقلعه قديمه وبنشوف اندرياس وفيفيان بيقدموا شهادتهم في اللي حصل في القريه، وبنشوفهم قاعدين في اوضه ومعاهم اتنين محققين. بيقول المحقق: من الواضح ان البارون كان متورط في اعمال سحر اسود. هات البارون هنسمع اقواله مره تانية. اما بالنسبه ليكم انتوا الاثنين فانا بشكركم وتقدروا تتفضلوا تروحوا. بيخرج اندرياس وفيفيان وبيقول بطلنا لنفسه: بارون بالوريك، عقوبه التورط في اعمال السحر الاسود اكيد هتبقى شديده، بس انت المفروض تشكرني لاني لو ما كنتش قتلت ابنك كان زمانه بيتعذب من التجارب اللي هتتعمل عليه من سحره الامبراطوريه المجانين. بتقول فيفيان: يا استاذ جني، بالنسبه لابن البارون انت قتلته عشان ما يتعذبش صح؟ بيقول اندرياس مستغرب: جني مين؟ انت بتتكلمي على ايه؟ بيقول بطلنا لنفسه: هو انا اتكلمت بنفس اسلوب الجني؟ بتقول فيفيان: بس صوتك شبهه فعلا. وبنشوف لوسيا جايه بتجري وبتنادي على اندرياس وبتقول له: خلصت اللي وراك؟ بيقول اندرياس: ايوه الجلسه خلصت. بتقول لوسيا: طب بص كده، انت بقيت مشهور. بتمسك جهاز تابلت وعليه صور افراد الفريق التاسع ومكتوبه عناوين بتقول: تلاميذ اكاديميه رودلين هزموا ساحر اسود، وانهم اخذوا توصيه خاصه من فريق التحقيقات وكمان اخذوا الدرجه كامله في الامتحان، وكان في خبر عن اختفاء هازارد. بيقول اندرياس: بصراحه كل اللي انا طالبه شويه هدوء وراحه. بتقول لوسيا: ده لسه ما فاتش وقت طويل من ساعه لما اكتشفنا الجرعه. صحيح انا سمعت انك هتاخد مكافاه، ممكن تعزمني على الغدا بقى؟ بيقول اندرياس: فلوس المكافاه دي هتتقسم. بيكمل في سره: انت ناويه تفلسيني ولا ايه؟ بتقول لوسيا باستغراب: مش دي اللي بتظهر معاك في الاخبار؟ بيقول لها بطلنا بتريقه:
وانت لسه واخده بالك دلوقتي؟ دي فيفيان بيلكان، طالبه في سنه ثالثه في قسم الفرسان. سلمي عليها. بتنحني لوسيا وبتقول: انا لوسيا ايفرلاست، اتشرفت بمعرفتك. تنحني فيفيان برضه وبتقول لها: انا فيفيان بيلكان. بيشاور اندرياس على لوسيا وبيقول: معلش هي عبيطه شويه. بتقول لوسيا بطمع: طيب نرجع بقى لقصتنا. انت اللي هتاخد الفلوس صح؟ يبقى يلا بينا نخرج ونتغدى بره ونحتفل بصنع الجرعه بتاعتنا. بيقول اندرياس في سره: هو ايه النق الكتير ده؟ بيكمل كلامه: بس لجنه التحقيق لسه ما خرجتش وممكن يحتاجونا. بتقول له لوسيا: نتغدى في وقت تاني عادي. بيستسلم بطلنا اخيرا ويقول لها: خلاص ماشي. تقول لوسيا: تمام، اشوفكم بكره في البرج السحري. بيرد عليها: مش هسامحك لو اتاخرتي. وتاني يوم قدام البرج السحري بنشوف اندرياس وهو ماشي وشايل لوسيا على ظهره وبيقول: انا كنت عارف ان هيحصل كده، انا عبيط اني وثقت فيكي اصلا. بتقول له لوسيا: لو سمحت امشي بالراحه. بيرد بغيظ: ده انتي. بيقفوا عند باب البرج وبيقول شخص ماسك ورقه: اندرياس كرومويل ولوسيا ايفرلاست صح؟ بيقول له اندرياس: مظبوط. بيقول لهم: تعالوا ورايا. بنشوف البرج من جوه وفيه مجموعه كبيره من السلالم اللي عماله تتحرك وتغير اتجاهها في كل لحظه. بيقول الشخص: الفراغ جوه البرج بيتغير على طول، فلو سمحتم خلي بالكم من خطواتكم. بيقول اندرياس: سمعتي؟ دلوقتي ممكن تركزي وتمشي كويس. بتقول لوسيا: انا مركزه. بالنسبه لفيفيان بقى اللي انا قابلتها امبارح. بيقول لها اندرياس: ايوه مالها؟ بتقول له: ايه نوع العلاقه اللي بينكم؟ بيرد: مفيش حاجه محدده. بتقول له لوسيا: تمام، بس احنا المفروض هنخرج نتغدى. بيرد اندرياس بغيظ: مش انت غنيه؟ امال عاوزاني اصرف عليكي ليه؟ بيسمعوا صوت قوي بيقول: انا شايف ان انتم مش متوترين خالص ودي وقاحه. يقول اندرياس بصدمه: الصوت ده لا يمكن يكون فجأة بيظهر شخص مغطي عينيه ومعاه نسر ضخم بيحط ايده على اندرياس ولوسيا. الاتنين بيتجمدوا من المفاجأة وبيطلع الشخص ده هو صاحب البرج السحري السير بارت ألفين. بيفتكر اندرياس معلوماته عن برج السحر وانه اتبنى عن طريق مجموعات من السحرة المهندسين. بيبدأ موضوع بقطر معلق بيمشي بالمانا وبعد كده بيصنعوا حاجات زي لمبات المانا. وكل ما زادت شهرة البرج السحري كانت بتزيد التبرعات اللي بتوصل له من الحكومة والنبلاء. وبيقول المرشد اللي لابس نظارة وهو مستغرب: السيد قائد البرج. بيبص بارت البطلنا واللي انا مش فاهم هو شايفه ازاي بالبتاع اللي على عينه ده بصراحة. بيقول له: فعلا ابنه عنده نفس تعبيرات الوش الغبية لما تتغيرش. بيفكر اندرياس ان ظهور قائد البرج بنفسه ده بيخرج الامور عن الطبيعي شويتين، وعلى الرغم من اللي قاله شتيمة قديمة بس بيكون فعلا حس بالزهق. بيقول بارت: وانت تبقي بنت الكونت هولينجتون صح؟ بتقول له لوسيا: مظبوط، انا لوسيا ايفرلاست. بيقول بارت: لو عاوزه الناس تفتكر اسمك يبقى لازم تبني سمعه تضمن لك ده. بيقول اندرياس في سره: خلاص سمعناك يا اخويا، خلصنا. بيكمل بارت: من دلوقتي انا هكون المسؤول عنهم. بيشاور للمرشد وبيقول له: وسع الطريق. بيرد عليه: حاضر يا فندم. بيستغرب بطلنا وبيقول في سره: هو ممكن يكون ده؟ بتقول لوسيا بصوت واطي: قائد البرج ده بيعتبر وحش حقيقي، يقدر يستخدم انواع صعبه ومعقده من سحر الفراغ، بس انا حاسه انه بيبالغ عن قصد. بيقول بارت: واقدر كمان اسمعك وانت بتهمسي. فجاه بتظهر حلقات نور حوالين اندرياس ولوسيا وبارت وبيختفوا من مكانهم. بيظهروا تاني في قاعه وقدامهم مكتب كبير قاعد عليه 3 اشخاص. بيقول واحد من الثلاثه وهو مستغرب: قائد البرج. بيقول بارت: هو امتحان الجرعات لسه شغال؟ بيقول الشخص: ايوه، احنا يا دوب لسه مخلصين اختبار الفاعليه، كل اللي فاضل شويه اسئله عن طريقه التصنيع. بيمسك بارت ازازه وبيشرب اللي فيها وبيقول له: اوراق المهيم، جوهر شجره تدور، فاكهه الجهاز، وفطر بيونا. في حاجه تانية غير دول؟ بتقول لوسيا: مستخلص هونج بيشي وجذر شجره الماتراتا. بيقول لها بارت: جميل. بيقول الراجل اللي قاعد على المكتب: انا سمعت اشاعات انها بتقدر تصنع جرعات في سنها الصغير ده. بيقول بارت: بما ان الفحص انتهى خلاص يبقى فاضل انكم توافقوا عليه. بيقول اندرياس: بس بيطير جسم بارت في الهواء وبيقول: هو ليه ابن كرومويل هنا؟ على الورق مكتوب ان ده عمل مشترك، بس انا شايف ان البنت عملت كل حاجه. تقول لوسيا: من غير اندرياس ما كنتش هقدر اعمل الجرعه. بيسال بارت: فعلا؟ بترد لوسيا: فعلا، هو اللي كان بيعمل معظم الشغل وانا كنت بساعده مش اكتر. بيرد بارت: تمام، انا هتاكد من ده دلوقتي. بيشاور بايده وبتكمل لوسيا: واضح انه ما بيعرفش يستخدم سحره بره البرج. بيقول اندرياس في سره: دي بتحلل كل حاجه حتى دلوقتي. وبيبدا اندرياس ولوسيا وبارت يطيروا في الهواء وحواليهم بتتشكل دوائر من النور الاصفر والاحمر وبيختفوا من القاعه عشان يظهروا في مكان شبه المعمل. وبيقول بارت: هتصنع الجرعه هنا، المكونات كلها في المخزن. بيقول له اندرياس: مفهوم. وبيقف بطلنا قدام ترابيزه كبيره مليانه ادوات وهو محتار وبيقول لنفسه: لو استخدمت حاجه ما جربتهاش قبل كده ده ممكن يسبب مشكله، عشان كده خلينا نبدا بدي. وبيعدي 5 دقايق وبيمسك بارت الجرعه بايده وبيقول: انا هتاكد دلوقتي انك عملت الجرعه بالشكل الصحيح، ودلوقتي نبدا الاسئله. ليه اخترت انك تستخدم هونج بيشي؟ بيقول له اندرياس: في الحقيقه انا استخدمتها عشان اتخلص من الاعراض الجانبيه للتركيبه وكمان عشان ازود فعاليتها. تقول لوسيا في سرها: دراسه تحلب بيعرف يشرح كمان. بيقول بارت: فهمت، مفيش داعي تكمل. بيقول اندرياس: بس انا لسه ما خلصت الشرح. على الرغم من بيشيل البارت المنديل من على عينه وبيقاطع اندرياس وبيقول له: على الرغم من اننا ما شفناش بعض من مده طويله، بس الفاشل اللي انا اعرفه ما يقدرش يصنع حاجه بالشكل ده. قول لي بقى انت مين؟ بيبتسم اندرياس وبيقول: سير الفين، انت بتهزر؟ انا اندرياس كرومويل طبعا، نفس الشخص اللي كنت بتعامله زي الحشره وبتتريق عليه طول الوقت.
بيبص له إلفين وبعدها بيقول بس انت بقيت شاب مثير للاعجاب مش كده برضو؟ تمام، خلينا نعمل رهان، لو قدرت تخترع جرعه جديده السنه دي هاتها لي هنا وانا هدفع كل ديون عيله كرومويل. بيتنح اندرياس وبيبقى مش عارف ينطق من الصدمه، وبيكمل بارت وبيقول وكمان هحقق لك امنيه واحده، بس لو فشلت يبقى لازم تسيب اكاديميه رودلين فورا. قلت ايه؟ يقول بطلنا لنفسه الشروط قاسيه بس بيكمل اندرياس بصوت مسموع انا موافق على الرهان، كواريث لعيله كرومويل فانا ما اقدرش ارفض عرض زي ده. بيقول له بارت طيب يا ريت تقدر فعلا تنجح في التحدي ده بما انك واثق قوي كده. بيبص بارت إلفين لبطلنا وبيشوف الشبه اللي بينه وبين ابوه اللورد كرومويل واللي كان صاحبه زمان، يفتكر الاب وهو مع اولاده الاثنين اندرياس واخته ايمي، وبيقول بارت انا مستني النتيجه على نار. وبنسيب البرج السحري وبيظهر قدامنا عد تنازلي بيبدا يقل لغايه اما بينتهي، وبنشوف مصاصه الدماء انجلا وهي نايمه على الارض في زنزانتها وبتحاول تقوم تقف وبتنجح فعلا. بنشوف نور بنفسجي حواليها وبترفع انجلا ايديها وبتضرب باب الزنزانه الحديد ضربه واحده بينفجر الباب وجزء من الحيطه من قوه الضربه. تفتكر انجلا كلام اندرياس ليها وهو بيقول بس لازم تحلفي باسم عيلتك انك مش هتقتليني. بتضحك انجلا ضحكه مرعبه وبتقول اندرياس. بتظهر مخطوطه مكتوب فيها جالب العواصف هو وحش روحي مع قدرات عاليه بيقدر يتحكم في البرق والرياح، وفي اللعبه عشان تقدر تخلي واحد منهم الحيوان الاليف بتاعك بتكون المهمه في منتهى الصعوبه. وبنروح للقطر اللي راجع بطلاب الاكاديميه وبيكون بطلنا قاعد وبيفكر وبيقول انا دلوقتي معايا جزء من تكلفه خامات اللي بستعملها، وعشان كده الفلوس اللي انا محتاجها بقت اقل. طول ما انا بصنع الجرعات هقدر مع الوقت اركز في تدريبي. المشكله دلوقتي في صفحه سلوث، مهما حاولت افكر مش هلاقي طريقه استفيد منها. اعتقد ممكن ابدلها بحاجه تانية انا محتاجها دلوقتي، مفيش قدامي حل تاني، انا كده محتاج شارون. وبيوصل القطر وبينزل الطلاب ومعاهم اندرياس اللي بيمشي في طريقه بس بيحس بحاجه مش مظبوطه. يقول بطلنا هو انا بتخيل حاجات؟ وفوق فرع شجره قريبه بيكون في بنت قاعده بتراقب اندرياس بس راسها كانت متغطيه، بنعرف ان البنت دي هي مصاصه الدماء انجلا واللي كانت بتبتسم ابتسامه شريره. وفي مكتب شارون كان قاعد بطلنا وشارون بيقول اخيرا الحدث الرئيسي للاكاديميه بيشرفني بالزياره. بيمسك شارون ازازه في ايده وبيقول هي دي بقى الجرعه؟ بيقول له بطلنا ايوه، وانا جيت ابلغك على طول اول ما الاختبار خلص. بيقول شارون انت كنت بتعمل اختبارات في السر بعيد عني ودلوقتي جاي تتصرف زي اي تلميذ حقيقي؟ بيقول له اندرياس انا ما كنتش معتمد ده يا استاذي. بيرد شارون اخرس وتعالى من غير دوشه. بتفتح بوابه سحريه وشارون بيقول انا هحفر جواك معنى انك تكون تلميذي. بيقول اندرياس لنفسه ده بيحقد عليا بسبب حاجه تافهه جدا، اما انسان غبي بصحيح. بينزلوا سلم طويل وشارون بيصنع شعله سحريه بينور بيها، وبيقول اندريس لنفسه واضح اني مش هعرف افتح معاه الموضوع ده النهارده، لو كلمته وهو في المود الزفت ده مش هيجيب نتيجه، انا المفروض اكون راضي بس بان اطمن على مصاصه الدماء. بينزلوا للمختبر السري اللي بيبان عليه الفوضى والدمار بسبب اللي عملته انجلا، وبيبص شارون بصدمه للزنزانه المدغدغه والمختبر اللي بقى كله دمار، وبيقول بطلنا لنفسه واضح ان التطور نجح. بيدخل شارون الزنزانه وبيقف اندرياس بره وهو بيقول لنفسه حظ وحش اني مش عارف اقابلها تاني، دي كانت نموذج ممتاز. بيصرخ شارون بنرفزه وهو ماسك السلاسل اللي كانت مكتفه انجلا واللي بقت خرده دلوقتي، وبيقول زفت زفت. اندرياس بيرد عليه نعم. بيقول له شارون انت عملت حاجه لسلاسل انجلا؟ بيرد اندرياس لا انا كنت خايف على حياتي. يكمل في سره اما مغفل صحيح. بيقول شارون حتى لو كانت مجرد هجين بس تستاهل. وبيصرخ وهو ماسك السلسله وبيضرب بيها الحيطه. بيخرج اندرياس من المختبر وبيمشي في حديقه الاكاديميه وهو بيقول لنفسه انا هبقى اجيب له صفحه سلوث في يوم تاني. بيسمع بطلنا انجلا بتنده عليه من فوق الشجره اللي جنبه بيتخش بجسمه من الخضه، وبيقول لنفسه دي كانت مستنيه وعامله لي كمين. بتقول انجلا انا عندي سؤال واحد عاوز اساله لك من اول ما صحيت، ممكن تجاوبه؟ بص لي يا اندرياس. بيبص لها بخوف وبتقول له ولد كويس، دلوقتي بقى قول لي بخصوص القوه اللي بقت عندي. بيقول لها اندرياس انت بتعملي كده ليه؟ مش انا حافظت على وعدي؟ لازم تعرفي ايه اللي ممكن يحصل لك لو كسرتي قسم عيلتك. بتقول له انجلا انا عارفه كل ده كويس بس مش قادر امنع نفسي ان اسالك. انا ما قدرتش اكسر السلاسل بقوتي الجسديه مهما حاولت، عشان كده استعملت طريقه تانية. عارف ايه هي؟ ايه هي الطريقه الهايله اللي استخدمتها؟ بتقول انجلا في سرها وهي مستغربه هو ليه الولد ده ريحته كده؟ دي زي الخطيئه الكبرى اللي بتقول بصوت مسموع اخيرا عرفت هي ايه. جميل قوي. بيقول لها بطلنا انت بتتكلمي على ايه بالظبط؟ فجاه بترفع انجلا بطلنا بايد واحده وبتجري بيه ناحيه شجره قريبه بتلزقه فيها، وبتقول في حاجات كتير عاوز اسالك عنها بس بما ان المكان هنا مكشوف فانا هوقف دلوقتي. بما اننا هنتقابل تاني قريب جدا في الوقت الحالي انا هستخدم القوه دي في حاجه مفيده، وبما انك ساعدتني فانا ما اقدرش غير اني اشكرك. يقول بطلنا في سره ايه القوه الرهيبه دي؟ بتقول له انجلا ما تقلقش انا مش هخليك تتوجع لانك ممكن تكون شريك المنتظر. وبنروح لمبنى فخم والمبنى ده بتكون بتسكن فيه البنات في الاكاديميه، وبنشوف البنتين اللي كانوا في القطر مع اندرياس وهم قاعدين في البلكونه بيشربوا شاي. بتكون البنت اللي بشعر اسود ماسكه مجله مصوره وبتشاور لصاحبتها على صوره الفارس المرسومه فيها، وبتقول ام شعر اسود وبعدين اللورد فيليب ماسك سيفه بايد واحده. بترد عليها البنت الشقره دين ممكن تبطلي هبل شويه؟ بتقول لها دين جولييت لو دورتي كويس انت كمان ممكن تلاقي فارس تشجعيه. بتقول لها جولييت
بالمناسبة أنا سمعت إن لوسيا إيفرلاست نجحت في امتحان الجرعات السحرية اللي كان في البرج السحري. بتقول دين بإعجاب. واو، في السن ده؟ بترد جولييت. أنا سمعت إنها كانت كسلانة بس بتتحول لمكسب حقيقي عند اللزوم، حرفيا تعتبر تنين نايم، صح؟ بتقول دين. دي حاجة روعة، هو أنا ليه ما عملتش حاجة زي كده لما كنت في سنة أولى؟ بتقول جولييت. بس الحاجة المدهشة بجد هي، وبتخرج صورة فيها أندرياس ولوسيا وبارت إلفين وبتقول بصي كده، حد يصدق ده؟ بتقول دين مستغربة. أندرياس كرومويل؟ بتقول جولييت. لما بافتكر ازاي حد ما عندوش مهارة خالص بيقدر يساعد في عمل الجرعة دي، كنت فاكرة الموضوع كدب في الأول. بعد ما عيلته انهارت أندرياس كان دايما بيلوم الظروف، بس هو ممكن الزبالة ده يكون فعلا اتغير. أنا بستغرب لما بفتكر ازاي أندرياس الحشرة ده بيقدر يحقق حاجة زي دي. بتقول دين. أنا لازم أتأكد من ده بنفسي. وبنروح دلوقتي لقاعة المحاضرات وبنشوف لوسيا وهي بتقول أنت ليه لابس لبس كتير كده؟ بيقول لها أندرياس أصلي مش حاسس إني بخير. بتقول له لوسيا طب أنت جيت هنا ليه؟ ما كنت ترتاح. بيقول لها بطلنا انا لازم احضر دروس كفايه عشان خاطر اتخرج. وبيتفتح باب القاعه وبيدخل الاستاذ وبيفكر اندرياس انا ما ينفعش باي شكل اخلي حد يشوف الخدوش اللي على رقبتي. بيفتكر بطلنا لما انجلا عضته من رقبته الليله اللي فاتت، بيقول هي قالت حاجه عن الشريك المنتظر وعن ريحتي، يا ترى كان قصدها ايه؟ هي عضت رقبتي فجاه وبعدين اختفت، انا لبست لبس كتير والجو بقى حر قوي هنا. بيقول الاستاذ الكل موجود؟ بيرد الطلبه ايوه. بيقول الاستاذ مره تانية يبقى يلا نبدا المحاضره على طول. بيبص الاستاذ على اندرياس اللي قاعد هيموت من الحر وبيقول اندرياس كرومويل انت ليه لابس كل اللبس ده؟ انت تعبان؟ بيرد بطلنا ايوه جالي دور برد. بيقول له باين عليك تعبان من الاختبارات، انا سجلت اسمك في الحضور لو تحب تمشي اتفضل. بيقوم اندريس وبيقول متشكر يا استاذ. بيكمل مع نفسه بس انا حاسس بالوحده هنا. بيقول له استاذه انت طلبت مني بصفتي استاذ علم النباتات الطبيه نصيحه، واعتقد انه كان صعب انك تحط اسمي. بيكلم اندريس نفسه، هو بيتكلم عن ايه؟ انت ما عملتش اي حاجه وعاوز تشاركني الجايزه؟ بيقول بطلنا بعدها بصوت مسموع انا فعلا متشكر جدا للنصيحه يا بروفيسور، خصوصا اللي قلت لي فيها عن الهونج بيشي وشجر المطرات. تقول لوسيا في سرها هو ناوي يتخانق ولا ايه؟ بيكمل اندريس كلام انت قلت اني لو اضفت الاتنين دول فهبقى بعمل شوربه، بس زي ما انت شايف الشوربه طلعت حلوه قوي. بيتجمد الاستاذ وهو بيبص لبطلنا والصدمه باينه على وشه، وبيمشي اندرياس ناحيه باب الخروج والاستاذ بيقول له انت كده بتعدي كل حدودك. بيبص له اندرياس بما اني مش حاسس اني بخير فانا همشي. بينادي الاستاذ على اندرياس بعصبيه شديده وبيقول بطلنا في سره لما كنت ماليش لازمه كنتم كلكم بتتريقوا عليا، دلوقتي كلكم عاوزين تقربوا مني، ودلوقتي ارخص والحس جزمتي، انا ممكن اروح اي فصل تاني لو محتاج درجات. بيقول له الاستاذ بعصبيه انت ازاي تتجاهلني كده؟ بتقول لوسيا بروفيسور ممكن اشرح انا بالنيابه عنه بصفتي شريكته في صنع الجرعه. بيقول اندرياس في سره انت بتفكري في ايه؟ بيقول لها الاستاذ اتفضلي قولي. بترد لوسيا احنا اتعلمنا اساسيات صنع الجرعات هنا في الفصل ده، وبعد كده طبقنا الاساسيات دي في التجارب، واستنتاجاتنا هو انك لما تعمل شغلك من غير مساعده حد بيساوي كتير، قصدي ان ده واجبنا كلنا بصفتنا سحرة طبعا مش كده؟ بيتحرج الاستاذ ايوه فعلا صحيح. بيقول بطلنا في سره لوسيا خلت فوبان يحس بالاحراج، وبتطلب لوسيا من الاستاذ احنا هنطلب نصيحتك المره الجايه، ده لو ما كنتش مشغول جدا في ابحاثك الشخصيه. بيقول لها الاستاذ انتوا ممكن تطلبوا نصيحتي في اي وقت، وبيشاور لاندرياس وبيقول له وانت خلي بالك من نفسك وترجع بالسلامه. بيقول اندرياس في سره لوسيا انت نجحتي بشكل كبير انك تهدي الموقف. بتشاور لوسيا لاندرياس وهي بتضحك وبتغمز له بعينيها. بيقول بطلنا وهو بيخرج من القاعه انا لسه مش عارف ليه عملتي كده بس شكرا ليك. وبنروح لمدينه كبيره فيها قصر ضخم وبنشوف شخص شعره احمر قاعد وقدامه المساعده بتاعته. بتقول له المساعده سيد دوك احب اقدم لك تقرير عن الطلبه المرشحين من اكاديميه رودلي. وبنعرف ان اللي بيتكلمه يبقى دوك سينكلير وهو من اسياد الهاله. بيقول دوك يعني لوسيا بنت صاحب شركه ايفرلاست صنعت جرعه جديده وناويين يبيعوها في السوق. بتقول له المساعده ده صحيح وهم ناويين يسموها جرعه ايفرلاست وكمان ناويين يحتكروا انتاجها وبيعها. بيقول لها دوك معاكي عينه؟ بترد عليه ايوه معايا يا فندم. بيمسك دوك ازازه صغيره بين صوابعه وبيقول لو كانت قدرت تعمل الانجاز ده وهي لسه في سنه اولى فاكيد الكل هيحاول يجندها لما تتخرج. بتقول له المساعده عشان كده لازم نتصل بيها في اسرع وقت. بيشرب دوك العينه وبيقول وكمان عاوزك تعرفي اذا كان في حد تاني حاطط عينه عليها ولا لا. بتقول له المساعده حاسس بايه؟ بيقول لها دوك الحقيقه متفاجئ، دي اقوى بمراحل من الجرعه القديمه وكمان مفيش اثار جانبيه، اذا قدروا يسوقوا الاكتشاف ده فهيعمل ثوره في مجال الصناعه. بتقول له المساعده بس في حاجه تستحق اننا نلاحظها، التقرير بيقول انها كان معاها شريك في التجارب. بيمسك دوك تابلت وعليه صوره اندرياس وبيقول ده ابن كين كرومويل صح؟ هو عنده مهارات صنع الادويه من زمان؟ بتقول له اعتقد لا بس في اشاعه بتقول انه استغل اسمها. بيقول لها دوك لو ده صحيح يبقى هي ما كانش هيبقى عندها مبرر انها تقول اسمه. بتقول المساعده فعلا وخصوصا ان مفيش اي علاقه بتربط بين العيلتين. بيقول لها دوك طب خلينا ندور في الموضوع ده واذا اكتشفنا ان عنده قدره جديده بتتكون فخلينا نضيفه للقائمه. بترد المساعده مفهوم. وبنروح دلوقتي القصر قديم وبنشوف راجل عجوز قاعد على كرسي فخم وبيكلم الخادم بتاعه وبيقول اخبار احتفالات اخر السنه ايه؟ بيرد الخادم زي ما حضرتك خططت هيتم تنزيل رتبه عيله كرومويل. بيضحك الراجل وبيقول
أندرياس كرومويل. خلينا نشوف إذا كنت مختلف عن أبوه. وجوه سكن الأكاديمية رودلين بالتحديد في أوضة أندرياس بنشوفه وهو بيتدرب على المبارزة، وبعد 1000 تمرين بيقع على الأرض من التعب. بيشرب أندرياس مشروب أحمر وبيقول: من غير الجرعة دي ما كنتش هقدر أبدا أكمل. جرعة التجديد بتزود من معدل نمو عضلاتي، أما جرعة الشفاء فبتشيل آثار التعب والإرهاق. ولما زود عليهم بقى جرعة تعزيز القوة الجسدية فكده بعمل نظام للتدريب ما ينتهيش. بيمسك جرعتين في إيده وبيقول: هي كانت مخاطرة إن نضيفكم على بعض، بس في الآخر ده كان الاختيار الصح. أنا صحيح اتوترت في الأول، بس بعد كده قررت أضيف الجرعتين لما لقيت المخاطرة قليلة. بتظهر شاشة النظام مكتوب فيها: أندرياس كرومويل، مهارة تصنيع الجرعات ليها إمكانية بتتطور بنسبة 89%. نعم أم لا؟ بيختار أندرياس كلمة نعم، فبتظهر على شاشة النظام وعليها: تم تطوير مهارة صنع الجرعات من جرعات عادية لجرعات مميزة. بيقول بطلنا: النتيجة كانت ممتازة لدرجة إني حسيت إني كنت غبي عشان كنت قلقان في الأول. بتظهر شاشة النظام من جديد وبيكون موجود فيها: أنت نجحت إنك تصنع جرعة منشطة من النوع العادي. بيقول أندرياس: دلوقتي أقدر أعمل جرعات أكتر. معدل النجاح وسرعة التصنيع زادوا لدرجة ممتازة. لو كل حاجة فضلت ماشية بالشكل ده وأنا فضلت بنفس أدائي فتطوري هيزيد بشكل ممتاز. ولو قدرت أجيب جثث مناسبة ومهارة كويسة فمش هقلق تاني على مهارات القتال بتاعتي. وبما إن شارون على طول بعيد فأنا هقدر أبيع له صفحة سلوث في أقرب وقت. وقدام مكتب شارون بيلاقي بطلنا يافطة مكتوب عليها: مسافر في رحلة عمل مهمة، شارون ديبر. بيقول أندرياس في سره: هو أعصابه تعبت فسافر فترة كده لدرجة إنه ما قالش لأي حد ولا حتى لتلميذه. هو ليه تافه كده؟ بيرجع أندرياس لأوضته وبيقول: بس أنا ما عنديش معارف تانية غيره. طيب أنا عندي دروس طب أعشاب بكرة، خليني أبطل قلق وأروح أنام بقى شوية. تاني يوم بيروح أندرياس لقاعة المحاضرات وبيلاقيها فاضية، وبيلاقي ورقة متعلقة على السبورة مكتوب عليها: للأسباب المذكورة أعلاه درس النهاردة هيتم في الهواء الطلق زي ما بعتنا لكم على التابلت بتاع كل واحد فيكم. إمضاء فوبان. بيستغرب أندرياس ويقلق: أوف، فوبان الحقير. هو يعرف إن ما عنديش تابلت واستغل ده ضدي، ولا هو بيعمل إيه بالظبط مع طلابه؟ بيجري أندرياس عشان يلحق الدرس في ميعاده، وفي حديقة أكاديمية رودلين بيكون فوبان واقف قدامه كل طلاب القسم اللي كانوا مشغولين في تجاربهم. وبيوصل أندرياس وبيقول في سره: إيه ده؟ هو ليه الكل مستعجل كده وباين عليهم القلق؟ ده شكله امتحان. بيقول فوبان: أنت متأخر يا أندرياس كرومويل، شكلك كنت مشغول قوي بالابحاث بتاعتك لدرجه انك ما شفتش الملاحظه. بيقول بطلنا بغيظ في سره: ازاي واحد في السن ده يبقى بعقل صغير كده؟ بيتفاجئ اندريس بلوسيا بتشده من هدومه وبتقول له: تعالى معايا هقول لك حاجه. انت لازم تشتري تابلت، واعتقد انك معاك فلوس دلوقتي، صح ولا ايه؟ بيقرا اندريس المكتوب وبيقول: فوبان اكتشف جرعه للصحوه وفكر يعمل امتحان للطلاب عشان يحللوها. هو الموضوع كده بقى. وبيبدا اندريس يشتغل في الاختبار وبيقول لنفسه: اكيد حس انه لازم يعمل استعراض عشان اللي عملته فيه. بيقول فوبان بطريقه: بالنسبه لحد بمهارتك العظيمه فمعرفة نسب الجرعة دي المفروض يبقى أمر بسيط، صح؟ بيقول بطلنا في سره بغيظ: أنت فعلا إنسان غبي وعنيد. بيكمل فوبان: النهارده بقى هفضحك عشان اللي أنت قلته. بيقول فوبان لنفسه: أنت شخص بيستغل الأنسة إيفرلاست النجم الصاعد في صناعة الجرعات، أنت ولا حاجة، مجرد طالب زبالة. بيعدي 4 ساعات وبينتهي وقت الامتحان وبيشوف فوبان النتائج. المركز الأول لوسيا إيفرلاست بزمن ساعة 22 دقيقة ونسبة نجاح 100%. المركز الثاني أندرياس كرومويل بزمن ساعتين واربع دقايق ونسبة نجاح 100%. بتقول مساعدة فوبان: ما كانش فيه أي نوع من الغش في الامتحان. بينهار فوبان من الإحباط وبيقول في سره: أنا أخسر من طالب زي أندرياس؟ بتقول واحدة من الطلاب باستغراب: ده أندرياس طلع فعلا عنده موهبة في تحضير الجرعات. بتقول لوسيا بفرح: يا عيني عليك يا أستاذ راس التحلب. بيقول أندرياس: أنا مش راس التحلب، أنا اسمي أندرياس. بيسمع كل طالب بيصرخ وبيقول: بروفيسور فوبان، انت عملت فيا كده ليه؟ بيقول له فوبان: انت اتجننت؟ انت ازاي تاخد الجرعه اللي انا صنعتها وتقول عليها بتاعتك؟ ليه؟ انت مش زي غير اي حد اللي تعرف انا تعبت قد ايه عشان خاطر اصنع الجرعه دي. بيكونوا الطلاب كلهم مصدومين من اللي بيسمعوه. وبيقول طالب: انا عمري ما توقعت ان مدرس ممكن يعمل كده. وبتقول طالبه تانية: هو مش ممكن جيرولف يكون غلطان؟ بيقول اندريس لوسيا: ايه رايك؟ بتقول له لوسيا: لو على بروفيسور فوبان فاصدق انه ممكن يعمل كده عادي. بيقول لها اندريس وهو بيمشي: انا برضو قلت كده. بتقول له: استنى، انت رايح فين؟ بتكمل في سرها: وانا اللي انقذته امبارح ماشي، انا مش ههتم بيك حتى تاني يا تحلب البحر العنيد الغبي. وبيروح اندرياس لفوبان وبيساله: بروفيسور، انا عندي سؤال عن مكونات الجرعه. بيقول له فوبان وهو متنرفز: اندرياس، انت مش شايف ان الوقت مش مناسب؟ بيقول له اندرياس: بس الموضوع متعلق بالموقف ده بالذات، لو دي الجرعه بتاعتك فانت تقدر تثبت ده هنا ودلوقتي، صح؟ بيفكر فوبان وهو خايف وبيقول لنفسه: ده ايه الورطه دي؟ بيقول جرولف: يثبت انه صنعها؟ قصدك زي امتحان البرج السحري؟ بيقول اندرياس: لو انت فعلا اللي صنعت الجرعه فاكيد تقدر تبين لينا ليه استخدمت كل مكون من المكونات بسهوله، ولا انت مش واثق من نفسك كفايه؟ بيقول له فوبان: مش واثق من نفسي؟ انت بتهزر، انا بروفيسور في اكاديميه رودلين العريقه. بيقول له اندرياس: يبقى جاوب على السؤال، ليه غيرت رايسنج النهر وحطيت بثلاث ستومين؟ بيفكر فوبان وبيقول في سره: يا خبر، انا كنت مشغول في يوم التقديم لدرجه اني ما خدتش بالي من الجزء ده. بيقول جيرولف: ما بتجاوبش ليه على السؤال؟
عشان باستخدام البتلات بنقلل التكلفه، ولو انت اللي صنعت الجرعه كنت عرفت ده بسهوله. بيقول له اندرياس ودلوقتي نيجي للتحضير. بيقول فوبان وهو بيتعصب انت فاكر نفسك بتعمل ايه؟ البرج السحري بس اللي يقدر يمتحن استاذ زيي. بيكمل بطلنا السؤال الاخير، ليه استخدمت خنفسه يوليو الغاليه بدل مسحوق البابيكا؟ بيسكت فوبان وما بينطقش والكل بيبص عليه باستغراب، وبيقول طالب هو ليه بروفيسور ما بيردش؟ بيقول طالب تاني هو كده فعلا سرق التركيبه؟ بيصرخ فوبان وبيقول مسحوق البابيكا له تاثيرات هلوسه وعشان كده استخدمت خنفسه يوليو على الرغم من انها غاليه. بيقول جيرولف بس ده مش السبب اللي خلاني اغير مسحوق البابيكا يا بروفيسور، السبب ان المسحوق بيتسخن لوقت طويل قوي وانا بعمل التركيبه، وده ممكن يسبب مغص للشخص اللي هيشربها. بيتنرفز فوبان جدا انت غلطان، السبب هو تاثيرات الهلوسه. بيقول له جيرولف بخصوص النقطه دي افتكرت حاجه، انت قلت لي ان المسحوق بيعمل تاثير جانبي بس ما قلتليش ان التاثير ده هو الهلوسه، فممكن بقى تقول لنا جبت الاجابه دي منين؟ بيصرخ طالب انت ما عندكش اي كسوف بصفتك عالم؟ بيقول طالب تاني بتسرق مجهود وافكار طلابك، انت لازم تستقيل. وبتبتدي اصوات الطلاب كلهم تقول حرامي نصاب. بيصرخ فوبان هم اللي نصابين، انتوا الاثنين اللي عملتوا المقلب ده سوا صح؟ انا هبلغ اسمكم للجنه السلوك. بتقول طالبه احنا لازم نقاطع البروفيسور. وبيقول طالب تاني انت اللي لازم تتعاقب. بيقول بطلنا لنفسه كده خلاص وصل للنهايه، لما عيل صغير بتجيله نوبه غضب لازم الكبار يتدخلوا. وبيقول اندرياس لو كنت متضايق كده انا ممكن اكلم السير الفين يحدد مكان عشان تقنعه ودي حاجه سهله. وبيطلع بطاقه من جيبه وبيقول خصوصا وهو الراعي بتاعي دلوقتي. بتقول لوسيا في سرها ده بيستخدم كارت المشتريات وبيهدد بيه كانه كارت السير الفين الشخصي، بس هو ممكن فوبان ينخدع بكده؟ بيقول اندرياس ايه مالك مش عاوز تشرح مشكلتك؟ بيبدا جسمه فوبان كله يترعش وهو بيتخيل صوره السير الفين قدامه وبينزل على ركبه بيأس. ومن فوق غصن شجره قريبه بنشوف السير الفين والنسر بتاعه بيراقبوا اللي بيحصل. وبيقول الفين فوبان ده بعد الفضيحه اللي سببها دي لازم يدفع الثمن، بس الولد ده فعلا عرف يتعامل مع صح، كانت حركه جريئه منه يستخدم اسمي، هو كان عارف المكونات وطريقه عمل جرعه الصحوه، اعتقد انه ممكن جدا يقدر يكتشف تركيبه جديده قبل السنه دي ما تخلص. انا مستني النتيجه يا ابن كين. وفي كافيتيريا الاكاديميه بنشوف اندرياس بيتغدى ومعاه لوسيا وفيفيان، وبتقول لوسيا بغيظ هو فعلا عزمنا اتغدى معاه زي ما طلبت منه بس في كافيتيريا الاكاديميه. بيقول اندرياس انت مش هتاكلي ولا ايه؟ ده طعمه يجنن. بترد لوسيا بغيظ هاكل. بتمد ايديها عشان تمسك حته لحمه وبتصرخ عشان اللحمه كانت سخنه جدا. بيقول اندرياس بتريقه الاكل بيتمسك من الطرف كده يا انسه غنيه هانم، بتمسكيها كده وتغطسيها في الصوص. اتفضلي. تقول لوسيا ما تفرقش اذا كنت غنيه ولا لا لما تفكر انك ممكن تستمتع بالاكل في الكافيتيريا. بتقول فيفيان انا كمان. بيستغرب اندرياس ايه؟ بتشاور فيفيان على اللحمه وبتقول ده. بيقول لها اندرياس فهمت خدي دي. وبعد الغدا بنشوف بطلنا وهو ماشي مع فيفيان ولوسيا اللي بتقول بالمناسبه انت ناوي تشتري التابلت امتى؟ لو كان عندك واحد فهتقدر تعرف اذا كان في اي حاجه هتتعمل او هتحصل زي ما حصل كده النهارده، مش برضو كده مفيد؟ بيرد اندرياس بس انا بحوش الفلوس دلوقتي. بتقول له لوسيا هو اصلا مش غالي للدرجه دي. بيرد اندرياس مفيش حاجه غاليه على واحده غنيه زيك. بتفكر فيفيان في سرها الاستاذ جني اداني حته لحمه. وبتقول فيفيان بصوت مسموع طيب انت محتاج مكافئتي كمان يا استاذ جني؟ بتقول لوسيا لنفسها استاذ جني؟ بيرد اندرياس مفيش داعي. بالمناسبه انت ليه بتقولي لي يا استاذ جني؟ انا همشي من هنا بقى. بتقول له لوسيا اشوفك بعدين. وبتشاور فيفيان لاندرياس وبيقول اندرياس باي اشوفكم بخير. وبيمشي اندرياس في ممرات الاكاديميه وبنشوف في اخر الممر شخص بس ملامحه مش باينه. بيقرب بطلنا من الشخص اللي بنلاقي ان هو شارون. بيقول اندرياس وهو مستغرب في سره شارون اخيرا رجع. بيقول اندرياس وهو معدي جنبه انا شايف انك رجعت من رحله العمل دي يا استاذي. بيقول له شارون تعالى المكتبي بكره بعد الظهر. وبينحني اندرياس وبيكمل مشي وبيقول مفهوم. بيقول في سره جيت في الوقت المناسب. وبكده هتكون خلصت حلقتنا النهارده، وكلمة السر لحلقة النهارده هي لوسيا. كان معاكم من وراء المايك عمرو سالم، استنونا مع بعض في الحلقات الجاية بكل جديد. سلام شديد.